السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل شتعيش كده في البيت، تعملوهم انت على ايدك كده. حاجة كده جميلة جدا وسهلة وبسيطة جدا. تعال كده بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله. هجيب كده الدقيق، انا عندي كوبايتين من الدقيق البلدي، واحط كوبايتين من الفاخر. انت ممكن تحط الدقيق الفاخر عادي، بس انا حاطه نصه من الدقيق البلدي ونص دقيق الفاخر. انا هنخله كده، لازم تنخليه كده كويس زي ما انت شايفه كده. هحط بقى نص معلقه من السكر ونص معلقه من الملح، وهجيب باكت من الخميره، واقلب كل المكونات دي كده مع بعض. هجيب بقى ميه سخنه كده، لازم تبقى ميه سخنه عشان طبعا الجو برد اليومين دول، لازم نجيب ميه سخنه عشان تخمر معانا كويس. ولازم العجينه تبقى تلزق معايا كده زي ما انتوا شايفين، تبقى طريه كده وتلزق معايا عشان يطلع العيش جميل جدا كده وهش وحلو. تعالوا بقى كده بعد ما اختمر، بعد ساعه سيبته ساعه كده اختمر وكورته، وهسيبه كده شويه يرتاح برضو، بتاع برضو كده 10 دقايق. واجيب بقى كده افرد، هجيب النشابة بتاعتي، هجيب النشابة بتاعتي الحلوة دي اللي انا ما بستغناش عنها، سهلة جدا في الفرد زي ما انتوا شايفين كده. والعجينة بتاعتي سهلة كده في الفرد، شايفين؟ عشان سبتها ترتاح والعجينة طرية اهي، هتبقى بالطريقة دي، وهو ده السمك بتاعها. كده فردت العجينة بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده في الصينية. وهجيب اي قماشة عندك كده وتروحي مغطياها وتسيبيه كده نص ساعة. طريقة سهلة حلوة جدا جدا، بدل ما تشتري من بره، سهلة جدا. عيش كده طازة على طول تعمليه في البيت هيعجبك قوي. جبت بقى طاسة سخنة، لازم تبقى سخنة، واحط كده معايا الرغيف، واقلب كل ثانية كده، اقلب كل ثانية اقلب. بتقلبي بقى فيها ليه كده؟ علشان تستوي كويس، علشان ما تبقاش في قلبها عجين كده زي ما انت شايفة كده. اول ما تعرف كده ان هي بتخلع معاكي كده، يبقى كده تتقلب معاكي على طول اهي. وثانية وتقلبي كده، لسه شوية اسيبها شوية لحد ما اعرف ان هي كده بتتقلب معايا بسرعة، يبقى كده بتستوي شوية بشوية. كل ثانية واقلب، كل ثانية واقلب.